الترشيحات للأسف هي فيها 4 منتخبات صحيح، لكن في مواجهة قوية ومباشرة بين المغرب وفرنسا، وهي المواجهة التي ستترك أو سنستغنى فيها للأسف عن أحد المنتخبات المرشحة، واللي أنا كنت نتمنى أن واحد من الثلاثة المنتخبات اللي بنسميها لكم تو هي اللي حتكون زوز منها في النهاية، المغرب، الأرجنتين، فرنسا، رغم قوة إسبانيا في الشكل الفني وفي قدومها من الخلف. المغرب تقابل فرنسا في الدور القادم، إسبانيا بلجيكا، النرويج إنجلترا، وفي المباراة الأخيرة يلتقي ميسي مع سويسرا، أو عفوا الأرجنتين مع سويسرا. أبدأ في محور مهم وآخر يتعلق بالدور القادم، عنوان يتصدر الكثير من الصحف، وهو الاستنزاف البدني، لإضافة أولا دور آخر بعد دور المجموعات وهو دور 32، ومباريات عديدة انتهت بالأدوار أو بالأشواط الإضافية. من يستطيع النجاة حتى النهاية؟ هذا في علم الغيب معناها، ولو أنه نتحدثوا على تطور الأساليب العلمية، تطور الاستشفاء اللي يقع حتى بعد المقابلات، وعلى الحمامات الطبيعية بالثلج وغيرهم. ونعتبر انه اليوم شوف، اذا كان فما حافز هو كاس العالم، معناها اللاعب اذا كان فما حافز باش يوصله هو كاس العالم. تقول لي استنزاف، انت عندك بالقانون عندك 26 لاعب، اذا كان انت تركز على 13 و14 لاعب تواصل معاهم الى الاخير، معناها عندك مشكله، مش قادر باش توصل الى الاخير. نعتبر لهنا وانه الحقيقه معناها في صوره اوليه، وانه اذا كان فما منتخب عنده مثل الفريق الاصلي، مثل البنك نتاعو تقريبا، هو المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي عنده دكه ما شاء الله قويه وقويه جدا، وبالتالي المنتخب الفرنسي ربما يكون اللي اكثر عنده اكثر امكانيه، وانه سيكون نفس بدنيا في الثلث الهجومي عندهم موفرة لاعبين بدنيا، الثلث الهجومي والدفاعي والوسط، وما تقولوش ما شاء الله لان الوضع نرجع لك، ما تخوفوش جمال، نرجع لك منتخب عادي جدا. لا جمال مرتاح، غدوه حلقه غدوه يا نادر، رجله اليمين تلقاه نرجع لك يهز تلقى كان لقيت رجله تهز، ما نعرف ان الوضع. نرجع لك بإيجاز شديد السؤال اللي وجهته لنادر. أنا نرى فما زوج فرق لو تمر من الدور القادم ستشاهد أكبر مفاجأة، هما المغرب والنرويج، لأنه النرويج فريق يمشي بصمت كبير، وعنده تقريبا تنظيم دفاعي وسط ميدان، وفي الهجوم عنده انسان غير عادي. فاعليه المهاجم هالاند هو لا فريق كامل بالشوط الغادي، فريق كامل اعطاه 8 الجاتوزو هذا، اعطاه ذهابا وايابا. والمغرب لو يمر من فرنسا سنحتفل نهار 19 جويلية، سنكون في نيويورك إن شاء الله. جمال، الحديث على هذا الشق البدني مهم بالنسبة لمنتخب المغرب، ومهم أيضا من جانب آخر للمنتخبات التي لديها لاعبين أعمارهم كبيرة لكن جودتهم مهمة في الملعب، لا يمكن الاستغناء عنهم مقارنة باللاعبين اللي موجودين في البنك. هذا الاستنزاف مرهون بإنجلترا بالدرجة الأولى، الأرجنتين بالدرجة الثانية. هذه المنتخبات ماذا ستصنع في ربع النهائي لمواصلة العمل بنفس الضغط البدني الموجود في المونديال؟ هو صحيح المونديال مختلف، الاستنزاف البدني أيضا اليوم لم يعد متعلق فقط بالمباريات، بنمط المباريات وإيقاع المباريات، أو بخوض 120 دقيقة فقط، يعني أحيانا إلى الضربات الترجيحية. هو أيضا مرتبط بالمسافات التي يقطعها كل منتخب، صحيح. لأنه اليوم مثلا المنتخب المغربي أكثر منتخب قطع مسافات عبر الطائرة، يعني التنقلات، لأنه من ولاية إلى أخرى، المكسيك ثم العودة، فهذه كلها أيضا عوامل اليوم. والتوقيت أيضا، لأنه التوقيت ملي كتكون مقابلة مبكرة، هذا أيضا، ونادر يعرف هذه الأمور أكثر منا. حتى الإصابات، يعني نسبة الإصابات تزداد أكثر يعني بالنسبة للاعبين، لأنه لماذا نتحدث عن مونديال يجرى في 3 قارات، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، زائد أنه كل ولاية
يعني داخل الولايات المتحده الامريكيه مثابه دوله، لان التنقل من ولايه كانك تتنقل يعني من دوله الى اخرى. ولكن الايجابي ايضا انه اليوم ايضا تطورت الامور، الجوانب العلميه، جوانب الاستشفاء، جوانب يعني المحافظه على جاهزيه اللاعبين، هذه الامور ايضا تطورت كثيرا يعني بالنسبه للمنتخبات، وبالتالي اصبحت تجد الحلول مثل ما مثلا وجدها المنتخب الانجليزي امام المكسيك، لانه خاض مباراه في ارتفاع يعني كبير عن سطح البحر لم يعتد عليه لاعب المنتخب الانجليزي، لان اعلى ارتفاع في انجلترا لا يتجاوز يعني 200 متر، فبالتالي هذه ايضا ظروف واختبارات بالنسبه لهذه المنتخبات. والجميل ايضا انه عدد من المدربين لا يختبئون يعني خلف الاعذار، لا يختبئون خلف المبررات حتى يحافظوا على الجاهزيه الذهنيه للاعبيهم اثناء اجراء المباريات. نادر، باختصار حول هذا الموضوع، انجلترا في وسائل الاعلام وفي الصحف هي المنتخب الذي متاثر خاصة من ناحية المشاهد اللي شفناها بعد المباراة، سقوط بيلينغهام، عدم قدرته على التنفس إلا بصعوبة، هذه مؤشرات تقول بأن منتخب إنجلترا استنزف. لها أسباب منطقية جدا في كرة القدم من وجهة نظري. طبعا مهما تطور الاستشفاء وحداثة يبقى شيء مهم، معدل العمر للاعب، سرعة الاستشفاء للاعب اللي تحت 30 سنة يختلف على فهنا. دائما بتحط في المعيار معدل أعمار كل منتخب، هذا سبب رئيسي. والسبب الثاني والأهم هو استحداث البطولات، وفرة المباريات خلال الموسم، لأن أنا لا أختزل المشاكل البدنية أثناء البطولة في كأس العالم في حد ذاتها. نشبهها لك ونقرب الصورة، سيارة ماشية 50,000 مش زي سيارة ماشية 100,000. كل ما يستهلك اللاعب من خلال المباراة لاحظنا معناها استحداث البطولات. اليوم لما أنا أشرت لنقطة الشامبيونز ليج مهمة، معدل الكيلومترات اللي تقطع أثناء مباراة الشامبيونز ليج أعلى كيلومترات، بالتالي اللاعب يستنزف في حاجة اسمها مخزون بدني للاعب. اليوم الأدوار النهائية في كأس العالم نسبة 90% يلعبوا في الشامبيونز ليج، يلعبوا في أوروبا، في استحدثت بطولة الأمم الأوروبية، بطولة أمم أوروبا، بطولات الكأس، حتى السوبر بدا يلعب من نصف نهائي وربع نهائي، الدوري الاتحاد الإنجليزي. فالبطولات والكل اللاعبين لاحظنا يعاني، أصبحت الراحة قليلة جدا أثناء الموسم، فاللاعب يجي لكأس العالم مجهد. اليوم مهما تطورت سبل الاستشفاء أعتقد اللاعب حيواجه مشاكل كبيرة، خاصة إذا قورن هذا الشيء بالتركيز الذهني، لأن أكثر شيء يرهق اللاعب إلى جانب المجهود البدني والجري أثناء الملعب لما يفكر اللاعب. كل ما يمشي لأدوار متقدمة كل ما بيزيد نسبة التفكير في اللاعب، فبالتالي نسبة الإعياء بتكون أسرع. اللاعبين اللي جو وانت درت معناه أشرت للمنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي يلعبوا في أكثر عدد مباريات، مجهود البدني في الدوري الإنجليزي أعلى، يجروا أكثر، يلعبوا في أدوار متقدمة في الشامبيونز ليج. اللاعب يجي مرهق لكأس العالم، وخاصة لاحظنا الدور الأول يقدر يتكيف اللاعب، عنده فرصة يعوض، لكن كل ما يمشي للأدوار الإقصائية أعتقد المجهود البدني له تأثير مباشر. بكل تأكيد، وهالمباريات هذه حنشوفوا فيها الاختلاف. شيء أخير حنتكلموا عليه اليوم قبل الحديث الفني والذهني وما سيجريه المنتخب المغربي أو كيف سيجاري المنتخب المغربي منتخب فرنسا في ربع النهائي، وسنتحدث عنها باستفاضة غدا. لكن التعيين لطاقم التحكيم هو شيء مسبق أثار الجدل قبل مدة، مخاوف كثيرة، طاقم تحكيم أرجنتيني لمواجهة المغرب وفرنسا. كابتن فتحي، عندي سؤال واحد وصريح. إثارة الجدل بدأت من جانبين في هذه المباراة. الحكم هذا يدير هذا اللقاء، وأول مرة في تاريخ المواجهات الإقصائية في كأس العالم طاقم التحكيم كامل من دولة واحدة وهي دولة الأرجنتين. ثاني شيء، الأرجنتينيين يثار حولهم الشكوك حول صناعة ما يمكن مساعدة منتخب بلادهم للحصول على اللقب. كل هذا يبقى بين نظرية المؤامرة وبين كفاءة الحكم فاكوندو تيلو. شوف أنا نمشي معك الأبعد. أنت مشيت ربما في كونه كامل الطاقم أرجنتيني، إذن سيعطل الفريق الفرنسي، لأنه الفريق الفرنسي بشقه في اثنين. أنا نمشي معك أكثر، مش هذا.
من أدار مقابلة مصر والأرجنتين؟ طاقم تحكيم فرنسي، وكان اتهم بكونه سيعطل الفريق الأرجنتيني، ولكن في النهاية ما عطلش الفريق كأنهم الأرجنتيني. يرسمون مشهد في النهاية تقسم. ما عطلش الفريق الأرجنتيني، إذا كان عطل الفريق والفريق المصري، إذا هديتنا عدت إلينا. أنا حطينا لكم، هاكا ساعدناكم احنا مع مصر، هيا توا سيدي أنا نمشي معاك في البعيد أكثر. أنا حطينا لكم كلهم طاقم تحكيم أرجنتيني. أنا خايف على المغرب، خايف على المغرب، وقت اللي تحط لي 5 من نفس البلد نفس الطاقم التحكيمي، خاف عليه لانه ما فماش نظره اخرى، واذا كان فما تعليمات تمشي في اتجاه واحد. انا خاف على المغرب لاني انا ما ننساش 2022، ما ننساش النصف النهائي نتاع فرنسا والمغرب، وتحدثنا وقتها وجبتنا على ضربه الجزاء وبالتالي انا خايف، وانه طاقم التحكيم ربما طاقم التحكيم الارجنتيني يقول طاقم التحكيم الفرنسي هو هديتكم رجعت اليكم. جمال نبي نسألك من جانب مطمئن شوي. يخاف جمال. ايه حسيتها نظرته رجله بدات تهز جمال ما دام رجله وترتو ما عادش عندي هالبوقت. طيب نعطيك دقيقة أنت ودقيقة نادر. باختصار اليوم الحديث عن طاقم تحكيم الدقيقة بتاعي شكرا. اسست من مهاجم شيء مختلف هذا. الحديث عن طاقم تحكيم أرجنتيني كامل لمواجهة فرنسا والمغرب فيه الكثير من الشكوك، لكن في شيء مطمن، هي قدرة الاتحاد المغربي وقيادة فوزي لقجع للائتلاف الأفريقي في حزب إنفانتينو يبدو مطمئن نوعا ما من أي مؤامرات قد تحاك. هو شوف الحكم هو بروفيل، هذا الحكم كان هو كان قاد مباراة المغرب والمنتخب البرتغالي، وحكم معروف أنه يشهر البطاقات الصفراء يعني بكثرة، وحتى البطاقات الحمراء بكثرة. في هذيك المقابلة كان شديرة، كان دخل بديل في ظرف 6 دقائق بطاقة صفراء أولى وبطاقة صفراء ثانية يعني، وفي النهاية خرج يعني بطاقة حمراء. هو حكم معروف بأنه يعني كثير البطاقات. والجدل بخصوص تعيين الطاقم للفرنسي، وكان في البداية جدل يعني أرجنتيني حول تعيين طاقم فرنسي لمباراة الأرجنتين مع مصر، ومخاوف من أن يؤثر الحكم على أداء المنتخب الأرجنتيني. فبعد ذلك بعد الاحتجاجات تردى بيير كولينا رئيس لجنة الحكام يعني في الاتحاد الدولي بتعيين طاقم تحكيمي أرجنتيني لقيادة مباراة المغرب وفرنسا. فبالتالي كولينا يريد أن يوجه رسالة وأنه يحمي الحكام، وأنه الحكام هنا لا يتأثرون بما يتأثر به المشجع أو بما يتأثر به الإعلام. هذه هي الرسالة. بالتالي لا يمكن يعني أن نصدر حكم مسبق على كيف سيكون أداء يعني الحكم. اللقطات والمشاهد هي التي يمكن أن تعطينا تقييم. أنا أعطيتك سؤال اليوم باش غدوة كان صارت حاجة ما تقوليش شنو يكلموه بالتليفون، نقول لك راهو حضرناك من أمس. إن شاء الله إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي يكون مركز ويعبي الشباك يعني في هذه المقابلة، ويصل إلى الشباك ويقدم واحدة من أفضل مبارياته، ولنا ثقة كاملة في المنتخب الوطني ومدربي محمد وهبي. إن شاء الله. في تواني في شكوك ولا ما فيش؟ نقطتين هما. النقطة الفنية الأولى نتمنى السيبار يكون موجود في الملعب. غدوة عندك الوقت تتمنى فيها، اعطيني الحكم. عندي القناعة الثانية، أنا قناعة وصلت لها في الحلقة، هي أنك أنت عراب نظرية المؤامرة، تحب نظرية المؤامرة، الأسئلة كلها في قالب نظرية المؤامرة. علاش يا نادر؟ لا قدامك الناس كلها مولع النار والله يطلعني بتاع قربيع لا 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 بالعادة عليك، بالعادة عليك. نتمنى أمنيات شكل، والله هو سخني والواقع فور الحلقة قال لي أنت هذه شكلها حلقة والله ملك نظرية المؤامرة صراحة. لا ولا بريء من شكرا. شكرا. إن شاء الله السيبار يكون موجود في الملعب إن شاء الله بإذن الله، مهم جدا وجوده. يسخن اليوم. شكرا نادر، شكرا كابتن فتحي، شكرا جمال، كل التوفيق ليك، حيكون معك واحد من وجوه الخير إن شاء الله غدوة. أيضا الشكر لمشاهدينا الكرام والشكر للكاست الفني الموجود معنا. تقبلوا معنا كل التحيات في حلقة مونديالية جديدة مليئة بالجدل ونظرية المؤامرة، وبإذن الله الكثير الحديث حول المنتخب المغربي بإذن الله. إلى اللقاء.